نتمنى من الله كامل تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو وهذه الحلقه الجديده واللي ان شاء الله غتكون سبيسيال وفريده من نوعها، واللي فيها غادي نهضروا على ابرز 10 احداث مرت على تاريخ الحركيه والالتراس المغربيه، واللي بدورها خلات الاثار ديالها الجانبيه. فقبل ما نبداو وندخلوا مباشره في حلقتنا ديال اليوم، فرا من المفروض عليكم لي فيراجيست تخليو الكونسوماسيون ديالكم بلايك لهاد الحلقه الى عجبتكم طبيعه الحال وبغيتوا المزيد من محتوى الالتراس، وكذلك الاشتراك في هذه القناه باش تدخل معنا عائله لي فيراجيست ويوصلك دائما جديد الحركيه المغربيه والعالميه. اما بالنسبه للانستغرام ديالي فراه واضح عندكم في الشاشه، وكذلك غتلقاو الليام ديالو في صندوق الوصف. ودابا فراه غادي نخليكم مع الانترو ديال الحلقه ونتلقاو نيشان موراه. 12 فبراير 2020 هذا التاريخ بالضبط غيعرف شهودنا لأضخم وأكبر كراكاش في تاريخ الحركية والألتراس المغربية، وذلك من طرف الكورفا تشي كيفارا المتمثلة في ألتراس عسكري الرباط وألتراس البلاك آرمي في لقائهم أمام الرجاء الرياضي بمركب مولاي عبد الله بالرباط، واللي بصم على انفجار بركان أحفاد الزعيم تشي كيفارا داخل الملعب، واللي بدورهم حطم الركور وخلاهم لحد الساعة هم أصحاب أقوى وأضخم وأشرس كراكاش في الحركية المغربية. 18 ديسمبر من سنة 2008 هذا التاريخ بالضبط غيبصم على واحد من أبرز الأحداث بالحركية المغربية، وهو سرقة باش ألتراس الفاتال تيغرز من طرف السوبراسو التونسية في حدث نادرا ما كنشاهدوه بسرقة باش ألتراس كبيرة وعريقة وكتعتبر واحد من أعمدة وركائز الحركية المغربية، وذلك في لقاء المغرب الفاسي بالترجي الرياضي التونسي ضمن فعاليات كأس شمال إفريقيا، واللي تنقلت فيه ألتراس فاتال تيغرز لتونس برسم لقاء الذهاب، واللي وبعد انتهاء اللقاء وبسبب مؤامرة أحد المشجعين للرجاء الرياضي غتتم عملية سرقة باش النمور بتعاونه مع أعضاء السوبراسو التونسية، واللي تم القلب ديالو في لقاء ضمن الدوري التونسي، واللي ولحد الساعة لم يتم احتساب وانسحاب الفاتال تيغرز بسبب استعمال الأسلحة البيضاء وعدم احترام وتطبيق مبادئ وتعاريف الألتراس. ومن ديك الساعة لدابا مازال ما شفناش أي لقاء كيجمع المغرب الفاسي بالترجي الرياضي التونسي. من بين أحداث الألتراس الخالدة وهي فترة تنحية وإقصاء الألتراس بالمغرب، واللي وبدورها كانوا جميع المجموعات المغربية رافضين لهذه الفكرة. كاين اللي ما دار حتى شي رياكسيون، وكاين اللي حارب بجميع الطرق الممكنة من أجل الثبات على المبدأ، من بينهم مجموعة الجرين بويز، واللي كانت على رأس هذه المجموعات اللي داروا المستحيل بمعنى الكلمة من أجل البشاش فورسي، وأولها البشاش في العاصمة الرباط، واللي دخلوا فيه الباش ملفوف على أحد الأعضاء من المنصة الشرفية، وبالتالي باشاو بزز. الماتش الثاني كان في خريبكا، الباش هاد المرة غادي يدخل تقريبا بنفس الطريقة، وتم الباشاش في أعلى الكورفة بسبب محاولات رجال الأمن بسحب الباش. اللقاء الثالث عرف مشاكل كبيرة في إدخال الباش بسبب معرفة السلطة بالطريقة اللي كتدخل بها الجرين بويز الماطوس، وبالتالي الجرين غتلجأ لطريقة أخرى ماكرة، وهي بتلفيف الباش بقدم أحد الأعضاء بتطوان ويقبصوه باش يبان على أنه مصاب، وبالتالي دخل الباش وهاد المرة أخرى بزز. تحية حركية للجرين بويز على الثبات، وإن شاء الله فلا بغيتوا حلقة خاصة نهضروا فيها على الألتراس وفترة المنع المطبقة في المغرب، فإن شاء الله غادي ندير لكم حلقة مفصلة على جميع الأحداث اللي دازت منا الألتراس في ديك الفترة. ما عليكم غير تصدعوني في لي كومونتير، وإن شاء الله غتكون عندكم الحلقة في أقرب وقت ممكن. حدث آخر كيتعتبر من أكبر وأبرز الأحداث في تاريخ الحركية المغربية، ألا وهو سرقة باش أول ألتراس مغربية من ناحية التأسيس، وهي ألتراس الجرين بويز من طرف ألترا وينرز،
وذلك ضمن فعاليات نهائي كأس العرب، واللي واجه فيه نادي الرجاء الرياضي نادي إنبي المصري، واللي لقاء الذهاب فيه سالب نتيجة 2-1 لصالح الرجاء، والإياب بجحيم كاسا عرف نهايته بنتيجة 1-0 للنسر الأخضر، وبالتالي تتويج الرجاء الرياضي بطلا للكأس العربية، واللي فيها غيتلاهاو أعضاء الجرين بويز عن البوش وغيهبطوا يحتفلوا باللقب مع اللاعبين، واللي أنذاك شخص مجهول الهوية غيسرق الباش وغيبيعوا الوينرز. وهنا النيت فين غيبان الفيديو الشهير لأعضاء الوينرز وهو مقالب الباش ديال الفضائيين وفوقو باش ألترا وينرز، والقصة ديال الديربي رقم 115 واللي عاد غيبان فيه الباش ديال جرين بويز، وهاد المرة بالكورفا السود كازابلانكا وعندهم مواليه ألتراس جرين بويز، واللي كان رد على التيم فطروادي اللي رفعوه الوينرز انذاك، واللي كيتضمن عبارة سوبريميمتي واللي كتعني محذوف او إليميني. القصة كاملة ديال سرقة باش الجرين بويز غتكون متوفرة عندكم الفيراجيست ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. الألتراس ومن اهم واسمى مبادئها وهو الترحال والتنقل مع فريقهم اينما حل وارتحل داخل او خارج البلاد. بالنسبة لداخل المملكة فرف اكثر من مرة هضرنا على اكبر تنقلات الألتراس المغربية للمدن، ولكن اليوم غنهضروا على اكبر تنقلات الألتراس خارج المملكة المغربية، وغنبداو بالكورفا السود كازابلانكا وفي تنقلهم لدولة تونس على ملعب حمادي العقربي برادس انذاك سنة 2020 بتنقل عملاق وضخم كيف ما عودونا الجرين بوز دائما، وكذلك الإيجلز زيادة على باشاجهم خارج الجرياج في تحدي فريد من نوعه، واللي كيبين ليك فعليا حجم وقوة الكورفا السود كازابلانكا بالساحة العربية والعالمية. الوينرز كذلك وفي تنقلهم إلى نفس الملعب ضمن نفس الخصم وهو الترجي الرياضي التونسي، وفي نفس السنة 2020 فدائي الوداد غيبصموا بدورهم على تنقل عملاق لدولة تونس برسم عصبة الأبطال الإفريقية، واللي فيه غادي يطلعوا تيفو عبارة على طلعة فوال كتجسد كلاش للضفة الأخرى وتذكيرهم لفضيحة نهائي ملعب رادس الشهير. المهم باش تيفو برا البلاد وفي دولة تونس على ملعب حمادي العقربي فرا واحد المهمة اللي ماشي سهلة، وكذلك تيفو راه كان كلاش للضفة الأخرى. تحية حركية للوينرز وكذلك للكورفا السود. ليفيراجيست حلقتنا ديال اليوم وصلت للنهاية ديالها، واللي هضرنا فيها على أبرز 10 أحداث في تاريخ الحركية المغربية في الجزء ديالها الثاني، واللي نتمنى من الله تكون نالت الإعجاب ديالكم. نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. وبيس.